حد بيسألني بيقول لي أنا عايز أقدم شنجن أي دولة تبع الاتحاد الأوروبي أو أقدم كندا. فطبعا أنا قلت له حضرتك شغال إيه؟ فقال لي أنا معايا سجل تجاري وبطاقة ضريبية، عندي نشاط كذا وعندي حساب بنكي قوي جدا. قلت له الحساب البنكي آخر 6 شهور إيه نظامه؟ فقال لي الحساب البنكي آخر 6 شهور العمليات فيه يعني مش قوية، ضعيفة، وحاليا هو ما فيهوش فلوس، لان الشغل اللي انا كنت شغال فيه حاليا السوق نايم ومش عارف ايه والكلام اللي هو ايه، ان الشغل حاليا مش احسن حاجه. فطبعا قلت له هل عندك القدره انك تعرف تعليل مبلغ معين، يعني مثلا 200,000 300,000؟ قال لي عندي القدره، بس انا مستعجل وعايز اقدم في اقرب وقت، وانا هكلم حد هيحول لي الفلوس او انا اعمل ايداع مره واحده. طبعا انا ما وافقتش وقلت له ما ينفعش اجيب لك موعد من اتحاد اوروبي يعني مثلا بعد شهر، يعني بعد اسبوعين، وتروح عامل ايداع مره واحده وتقدم هتاخد رفض، يبقى انا كده ما ساعدتكش في حاجه. فالافضل انك تشغل حسابك البنكي، يبقى منطقي ان شغلك لسه شغال في مصر علشان ما يتشكش فيك انك شغلك وقف، وبالفعل شغلك وقف، وانك عايز تهاجر اي دولة تانية تشتغل فيها، فانت كده مهاجر بالنسبة للقنصل. الناس اللي احنا بنكلمهم وبنعرفهم وبنقول لهم الكلام ده احيانا بيقتنعوا واحيانا ما بيقتنعوش، ولما بيقتنعش بيروح لاي مكتب تاني يجيب له موعد او يقدم له، في الاخر ياخد رفض فبيخسر. انت لو جاي لي ومعاك موعد اتحاد اوروبي والموعد انت جايبه ب 3000 ب 5000 وعايز تقدم بعد اسبوع وحسابك البنكي زيرو وهترفعه مره واحده، انا اقول لك يا باشا انت ال 3000 ولا ال 5000 اللي انت خسرتهم مش مشكله، بس ما تكملش في الاجراءات وتقدم، لان المكتب هياخد منك فلوس والترجمه هتاخد منك فلوس، وقت التقديم هتدفع ثمن الرسوم بتاعت التاشيره، فخساره كبيره 3 4 5 اضعاف. فانت ظبط ورقك كويس اللي هو الحساب البنكي، والله دايما بقول الحساب البنكي قوي جدا جدا في اوراقك. ظبط حسابك البنكي كويس جدا ويكون مقنع ان اخر 6 شهور امورك متيسره في بلدك. اخر 6 شهور امورك متيسره في بلدك. هتقول لي ما انا اموري مش متيسره وعايز اهاجر اصلا. انا هساعدك في السياحه. السياحه يلزمه حساب بنكي، انك راجل عندك القدره انك تروح تحجز فندق في بلد معينه وتتفسح فيها. انا ما اقدرش اساعدك غير سياحه. طب السياحه عشان اساعدك صح حسابك البنكي لازم أن يكون صح. تمام. وبالتوفيق يا جماعه، واللي عنده اي سؤال يسيبه في كومنت تحت وان شاء الله نرد عليه في اقرب وقت او يبعت لنا رساله. سلام عليكم.